في زمن تراجعت فيه البصائر برز الإمام أبو الحسن الندوي، عقلا يفكر وقلبا يبصر ولسانا لا يهادن. ولد عام 1914 ميلادية في رأي بريلي بالهند، ونشأ في بيت علم ودعوة. تعلم العربية والإنجليزية وتتلمذ على كبار العلماء حتى تولى أمانة الندوة العلمية في الهند. ألف أكثر من 150 كتابا، أبرزها ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين، حيث قال فيه: انحطاط المسلمين لم يكن حادثا عابرا، بل فقدان للقيادة لا مثيل له. تشرفت بمعرفته عن قرب وتابعت مواقفه ومحاضراته، فلمست فيه صدق الدعوة وعمق الفكرة وتواضع العالم الرباني. زار أكثر من 40 دولة، وألقى محاضراته في الأزهر ومؤتمرات العالم الإسلامي، وكانت فلسطين في قلب خطابه. يقول: قضية فلسطين امتحان لضمير العالم الإسلامي. وفي اليوم 23 من رمضان عام 1420 للهجرة قرأ سورة الكهف، ثم أغلق المصحف وسكن كل شيء، رحل الجسد وبقي الأثر، علم ينتفع به وصوت لا زال يسمع.